بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا عن مستشار الحملة الانتخابية وعن مدير عام الحملة الانتخابية. هنبدأ ان احنا نفصل شوية. بيبقى تحتهم ايه؟ بيبقى تحتهم على الاقل اذا كنت انت بتشتغل على حملة رئاسية او على حملة برلمانية، يعني كل ما كانت الحملة حملة كبيرة ودايرة الانتخابية دايرة كبيرة، يبقى انت هتقسم على الاقل ل4 تخصصات. التخصص الاول اللي هو التخطيط العلمي والمعلومات، التخصص الثاني اللي هو الإداري، الثالث المالي، الرابع القانوني والأمني. 4 تخصصات لازم يشتغل مع مدير عام الحملة الانتخابية ومستشار الحملة الانتخابية. النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على الاختصاصات الوظيفية لنائب مستشار الحملة للتخطيط العلمي. برضو كل ما الحملة كبرت كل ما احنا خلينا التخصصات دي على درجتين: درجة نائب مستشار الحملة لكذا ومدير كذا، يعني نائب مستشار الحملة للتخطيط العلمي ومثلا تحتيه مدير التخطيط العلمي، نائب مستشار الحملة للشؤون المالية ومدير الشؤون المالية، وهو كذلك. احنا النهاردة بنقول الاختصاصات الوظيفية لنائب مستشار الحملة للتخطيط العلمي. الراجل ده هيبقى مسؤول عن انه يتحقق من كل معلومة مستخدمة في قاعدة بيانات الحملة. يعني ده الراجل اللي هو هيراجع السي دي بتاع الحملة الانتخابية، تمام؟ مسؤول عن المرشح الناخبين وكل ما يخصهم، مسؤول عن المعلومات المالية، مسؤول عن المعلومات الإدارية، مسؤول عن المعلومات الأمنية. كل معلومة تخص الحملة الانتخابية الراجل ده هيبقى حاططها في قاعدة بيانات عنده، هو المسؤول عنها. هو اللي بيقوم بتوجيه المسؤولين اللي بتشتغل معاه في التخطيط العلمي، اللي هم المسؤولين العلميين في الحملة. بيقدم تقرير لمجلس إدارة الحملة عن النتائج والتوقعات بالنسبة لكل منطقة. احنا مديينه كل المعلومات اللازمة عن الحملة الانتخابية. يبقى الراجل ده هيعمل ايه؟ هيخرج لنا تقرير لمجلس إدارة الحملة عن النتائج والتوقعات. ازاي؟ لازم يكون عنده مهارة معينة. ايه هي المهارة دي؟ مهارة التحليل، مهارة استخلاص النتائج والتوقعات. عنده قدرة عالية جدا عن التحليل. الراجل ده فاهم إدارة أعمال كويس قوي، فاهم إدارة سياسية كويس قوي، قادر يحلل ما لديه من معلومات، عنده خبرة عالية عن الحملة الانتخابية والأنشطة بتاعة التسويق السياسي. تمام؟ برضه هو بيبقى مسؤول عن إزالة معوقات جمع المعلومات. يعني الناس بترجع إليه اللي تشتغل معاه عشان تجيب المعلومة الفلانية، مالية، إدارية، قانونية، أمنية، أي حاجة. هو اللي بيزيل المعوقات، هو اللي بيتصل، هو اللي بيقوم بحيث ان الراجل اللي نازل يجيب المعلومة دي يجيبها بسهولة ويسر. هو اللي بيقوم بالتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة للحملة وتحقيقها للأهداف الموضوع أساسا. يعني الراجل ده بيقوم بمراجعة الخطط الموضوعة للحملة على الأرض، بيشوفها اللي على الورق على الأرض ولا لأ، في خلاف يبلغ الحملة، سواء مدير عام الحملة أو مستشار الحملة أو المرشح. الراجل ده مطلوب منه التشاور الدوري مع مستشار الحملة في ايه؟ في نتائج التطبيق العلمي للحملة اللي هو التخصص بتاعه. صح كده ولا غلط؟ طيب، هو اللي بيقوم بإجراء الاتصالات المباشرة مع مسؤولي المربعات حول المعلومات، وبيزيل العوائق اللي بتعترض خط سير الحملة. يعني ايه المربعات؟ انت ما تيجي تبص على الدائرة الانتخابية، او نفرض زي ما قلنا مدينة المنصورة، بتقسمها لمربعات: اول 100 طلخة، تاني الحوار، تالت ريحان، رابع النجار، خامس متحضر، سادس يونس، سابع البحر الصغير، وهو كذلك. كل مربع من المربعات دي هو اللي بيقوم بإجراء الاتصالات المباشرة مع مسؤول المربع. يبقى كل مربع له ايه؟ له مسؤول عنه. بنيجي في المربع بتاع اول 100 طلخة ونقول من الراجل بتاعنا في اول 100 طلخة، من الراجل بتاعنا في تاني الحوار، من الراجل بتاعنا في تالت ريحان، من الراجل بتاعنا في السيدة زينب، من الراجل بتاعنا في الحسين، من الراجل بتاعنا في الخليفة.
يعني وهو كذلك بتزيل العوائق اللي بتعترض خط سير الحملة في المربع ده. هو بنسمى في المربعات كلها بيبقى مدير التخطيط العلمي او مستشار التخطيط العلمي هو اللي قايم بيه. تمام. هو اللي بيقوم بالمراجعة الدورية مع لجان خلايا المناطق لنتائج كل منطقة. كل منطقة من المناطق الانتخابية الحملة عشان تبقى مثمرة بتيجي تجيب مجموعة من المتطوعين المؤمنين بالحملة الانتخابية للمرشح وبتشغلها في المنطقة دي، وانت في مكانك على وضعك اشتغل معانا. فبنسميها ايه؟ خلايا انتخابية او خلايا المناطق الانتخابية. الخلايا دي بتبقى مثلا من 5 ل10 افراد. ال5 ل10 افراد دول بيكلفوا بشغل معين داخل المنطقة الانتخابية ومسمى داخل المربع الانتخابي، بيقوموا بتغطية حاجات معينة وأنشطة معينة بنديها لهم. مين اللي هيراجع الكلام ده؟ نائب مستشار الحملة اللي هو المسؤول العلمي يعني. تمام كده؟ هو اللي بيتأكد من مراجعة المستهدف في كل مربع انتخابي وإمكانية زيادته بعد دراسة مواقف الخصوم. يعني هو الراجل اللي بيدير على الأرض الجيم بمعنى أصح، هو اللي شايف وبتجيله الفرص يقوم يعدل يغير عشان يكسب ناس في صف المرشح بتاعنا ضد المنافس بتاعنا. تمام. اختصاصات المسؤول العلمي لكل منطقة بتبقى غالبا مشابهة لاختصاصات نائب مستشار الحملة للشؤون العلمية. تمام. فاحنا مش هنكرر الكلام. نيجي على المسؤول الإداري للحملة. ايه السمات الخاصة بالمسؤول الإداري للحملة؟ انه يكون عنده معرفة جيدة بالتنظيم الإداري، يعني راجل بتاع إدارة. تمام. وخاصة التنظيم الإداري. يكون شخص موثوق فيه من جميع أفراد الحملة خاصة مدير عام الحملة. يفضل ان يكون شخص معروف شخصيا لمدير الحملة الانتخابية. تمام كده. الراجل ده لازم يكون قادر على تقديم تقارير إدارية منتظمة لمدير عام الحملة الانتخابية كل يومين على الأكثر إن لم يكن تقرير يومي. المسؤول الإداري بيبقى التقرير من المسؤول الإداري يا يومي يا كل يومين بالكتير. ليه؟ عشان نتدارك أي حاجة بسرعة ونحلها. لازم يكون سريع البديهة، لازم يكون عاقل في التعامل مع المشكلات الإدارية بيقدر يحلها. طبعا شرط مهم إنه يكون من أبناء الدائرة الانتخابية. وقلنا شرط عام في كل اللي هيشتغل في الحملة الانتخابية اللي هو always be patient, don't lose your temper with others. احفظوا دي مني بالعربي وبالانجليزي. always be patient يعني دايما خليك صبور. don't lose your temper with others ما تفقدش اعصابك مع الاخرين. ده شرط ان انت تشتغل في الانتخابات. تمام. الا يكون عصبي المزاج، واخد بالك، وكوميونيكيتور يعني راجل عنده القدرة على التواصل مع مختلف افراد الحملة ومع ابناء الدائرة. يكون مشهور له الاخلاق الطيبة والسمعة الحسنة وفوق مستوى الشبهات. طيب احنا عرفنا السمات الخاصة بالمسؤول الاداري. ايه اختصاصاته بقى؟ اختصاصات المسؤول الاداري للحملة ان هو بيتعاون مع رئيس القطاع الانتخابي ومسؤولي المقار الانتخابية في ازالة اسباب الشكاوى الادارية في كل مقر. يعني ايه؟ انت اما بتيجي على عضو مجلس الشعب مثلا، وخلينا نقول مدينة المنصورة، تمام، المرشح سين قسم الى مربعات انتخابية، والمربعات الانتخابية اتقسمت لقطاعات انتخابية وحطينا خلايا وعملنا كل ده، عملناه واتكلمنا عنه. في كل مكان او في كل حي او في كل منطقة سماها زي ما تسميها بنعمل مقر انتخابي باسم المرشح. يعني الدكتور احمد فتحي سرور، تمام، هو نازل عن مصر القديمة السيدة زينب والمذبح ومش عارف ايه كده، تمام. هنقسم المنطقة بتاعة الدكتور احمد فتحي سرور
إلى مناطق انتخابية بشكل أو بآخر، ونحط مقر أو نجيب مقر انتخابي في كل مكان عشان الناس اللي عايزة تيجي ومحبة للدكتور أحمد فتحي سرور بتيجي على المقر الانتخابي ده، بتيجي تسأل، بتيجي تستفسر، وبنحط لها الناس اللي ترد على كل استفسار وبتاع عشان نزود من شعبية الراجل اللي هو المسؤول المرشح بتاعنا. تمام؟ فطبعا اختصاصات المسؤول الإداري التعاون مع رئيس القطاع الانتخابي ومسؤول المقار الانتخابية في إزالة أسباب الشكاوى الإدارية في كل مقر. والله المقر ناقصه كراسي، مش عارف عايز قهوة وشاي، عايز ايه عايز ايه، أي شيء إداري عشان ينجح المقر الانتخابي، عشان ينجح القطاع الانتخابي، هو اللي بيقوم بيه. 2. تنظيم ملفات الحملة، تجميع التقارير المختلفة من رئيس كل قطاع، وهو اللي يعد التقارير التحليلية عن طبيعة المشكلات العامة والخاصة في جميع أنحاء الدائرة، وبيقدم صورة من التقارير دي لمدير الحملة الانتخابية ومستشار الحملة الانتخابية. تمام كده؟ النقطة اللي بعد كده إن الراجل ده اللي هو المسؤول الإداري بيقوم بالتعاون مع رؤساء القطاعات في تجميع المطالب المالية مش الإدارية، وتقديم صورة منها لمدير الحملة ومستشار الحملة، عشان برضه يبقوا على علم بالمشاكل المالية أو المطالب المالية من غير الناس الماليين أو المسؤولين الماليين. فاهم؟ زيادة رقابة يعني. بعد كده التنظيم الإداري للمؤتمرات الانتخابية واللقاءات الجماهيرية اللي هنعقدها عشان المرشح يحضرها ويقابل الأصوات الانتخابية. تمام؟ برضه المسؤول الإداري بيقوم بعمل خريطة مفصلة لكل مناطق الدايرة، حجم الكتل التصويتية في كل منطقة، مناطق قوة وضعف المرشح المنافس في ضوء المعلومات اللي هو بيتحصل عليها من رؤساء القطاعات. الخريطة دي لازم تتغير على الأقل مرة كل أسبوعين. ليه؟ عشان لازم كل أسبوعين هيكون عندك جديد، لأن أنت لما تبدأ دلوقتي أكيد المجهود بتاع الفريق العمل بعد أسبوعين هيكون وصل لنتائج غير اللي احنا بادئين بيها على الأرض دلوقتي. يبقى لازم أنت تغير إيه الخريطة المفصلة دي كل أسبوعين لغاية لما توصل ليوم الانتخابات يكون معاك الخريطة النهائية في الأسبوع الأخير من الانتخابات اللي أنت هتدخل بيها الناس وتقول احنا هنعمل 1 2 3 4. تمام؟ لازم برضو المسؤول الإداري يشتغل على الكوميونيكيشن حاليا الحديث. زي إيه؟ زي الإنترنت. كافة مواقع وأعمال الإنترنت المسؤول الإداري مسؤول عنه. تمام؟ هو اللي بيقوم بتجميع دور رؤساء القطاعات وعلى مستوى المقار الانتخابية، واخد بالك؟ هو اللي بيتلقى المقترحات الجديدة الواردة على مواقع الإنترنت وبيعمل الملفات. يعني هو اللي بيجيب لك اللي موجود على الإنترنت واللي موجود على الأرض وبيقدم لك تقارير عنه ويقول لك احنا نعمل كذا أو ما نعملش كذا. بيعمل ملف خاص لكل قطاع. تمام؟ كل قطاع فيه ملفات أخرى فرعية بكل منطقة. تمام؟ بيعمل تقارير على الأقل كل أسبوعين عن هذه الملفات لمدير الحملة ومستشار الحملة. بيتعاون مع المسؤول المالي للحملة في إعداد الملف المالي للحملة الانتخابية اللي هو بيورينا أوجه الصرف والإنفاق الأسبوعي، وتقديم صورة من هذا الملف لمدير الحملة والمسؤول المالي للحملة ومستشار الحملة. تمام؟ المسؤول الإداري ده موجود تواجد دائم ومستمر في المقر العام للحملة الانتخابية. هو اللي بيقوم بالإشراف على الأعمال الإدارية في المقر العام. هو اللي بيقوم بترتيب اجتماعات هيئة مكتب الحملة وتجهيز الأوراق وأجندة الأعمال الخاصة بكل اجتماع. لأن كل حملة انتخابية لها هيئة مكتب حملة انتخابية، مجلس إدارة الحملة الانتخابية اللي بيقوم بالإشراف على الحملة الانتخابية. تمام كده؟ برضه بيقوم بتنظيم اجتماعات مستشار الحملة مع بعض القطاعات الجماهيرية عشان يزود الناس اللي منحازة لنا. هو اللي بيقوم، هو عارف كل العاملين بالمقار الانتخابية.
فيعمل كشوفات بقى العاملين بالمقار، أعضاء اللجنة الاستشارية في كل قطاع، محاضر اللقاءات مع أعضاء اللجان الاستشارية. كل الحاجات دي، كل التقارير اللازمة هو اللي بيقوم بيها. بيعمل تقرير شهري عن المشكلات الإدارية في كل مقر عشان يعرضه في اجتماع هيئة مكتب الحملة الانتخابية. تمام كده؟ احنا هنكتفي بالقدر ده عشان برضو ما نطولش عليكم في الفيديو، وان شاء الله هنتكلم على المسؤول المالي للحملة الانتخابية والمسؤول القانوني والامني في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك، تشتركوا في القناة بتاعتنا على اليوتيوب، وتدعوا لنا بالتوفيق. سلام عليكم.